ألقت المرأة أوراق الشجر في الهواء محاولة لفت انتباه القناص. بعد تركيز عميق حددت المرأة موقع القناص فورا وطلبت من زميلها إطلاق النار لتغطيتها، بينما اندفعت نحو الغابة، لكن القناصة لاحظت تحركاتها بسرعة ووجهت سلاحها نحو إكسمن وأطلقت النار. اختبأت إكسمن خلف الشجرة، وفي تلك اللحظة كانت القناصة قد حددت موقعها. في هذه اللحظة المصيرية تذكرت إكسمن تعاليم معلمها: أفضل القناصين يحتاجون 3 ثوان للتسديد. بعد ذلك خدعت إكسمن خصمها ليطلق النار، ثم ركضت بسرعة، وعندما استعدت الخصمة للتصويب غيرت إكسمن اتجاهها فورا، واقتربت خطوة بخطوة، فقلصت المسافة وأطلقت النار، لكن إكسمن قفزت ونجحت في تفادي الهجوم. زحفت للأمام لتختبئ عن أنظار القناصة، وبقي 20 مترا للوصول إلى الهدف. لم يكن لدى القناصة إلا فرصة واحدة لإطلاق النار. أحدثت إكسمن ضجة عمدا لجذب انتباهها، ثم اندفعت من اتجاه آخر. كانت ردة فعل الخصمة سريعة، فرفعت سلاحها وصوبت نحو إكسمن وضغطت على الزناد، لكن إكسمن تفادت الطلقة بسرعة. وبينما كانت خصمتها تعيد تعبئة سلاحها اندفعت وسحبت خنجرها، وهكذا لقيت القناصة حتفها.